السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم جيوات سلمانات. اليوم غادي نحضر معكم أغرب طاجين حصري ولأول مرة على اليوتيوب. طاجين دجاج بخيزو أو الجزر والزبيب مع سر التنسيمة اللي كتخليه يجي معلك ولذيذ. تابعوا الفيديو الأخير مع جميع المراحل باش يصدق معاكم، وما تنساوش الاشتراك والإعجاب بالفيديو والدعم ديالكم دائما كيفرح. وعلى بركة الله نبداو بالمقادير. عندنا شوية المعدنوس والقزبور، الملح، راس المعلقة ديال السكينجبير، شوية البزار، نص معلقة ديال الخرقوم، تقريبا معلقة صغيرة ما عامراش ديال راس الحانوت، الثومة جوج دروس محكوكين، شوية ديال القرفة والضامة ديال الخرقوم. انا ما كنقويش العطريه بزاف، وانتم كيبقى على حسب الذوق ديالكم. عندنا تقريبا كاس ديال الزبيب ما عمرش، والدجاج على حسب العدد الافراد اللي بغيتو. هنا تقريبا انا درت نص ديال الدجاجه، جوج ليمونات، وبصله وحده مقرده مربعات صغيره، وثلاثه ديال الخيزوات او ثلاثه الجزرات حتى هما مقردين مربعات صغيره. آه، هادو بالنسبة أنا طاجين درتو بالنسبة لعدد 4 الأشخاص، وانتم كيبقى لكم الاختيار. ندوزو لطريقة التحضير، تابعوا الفيديو الأخير. بالنسبة لطريقة التحضير غادي ناخد العطرية اللي سبق وذكرتها معاكم، يعني غادي نذكركم. شوية القزبور والمعدنوس مقردين، دامة ديال البنة، الخرقوم، سكنجبير، البزار، الملحة، الثومة، شوية ديال راس الحانوت وشوية ديال القرفة. وكتبقى بالنسبة للعطرية دائما حسب الذوق ودائما حسب كمية الدجاج اللي نتوما درتو. غادي نخلطهم تقريبا بربع كاس ديال العنبة ديال الزيت، وغادي نزيد معاه 4 كاس ديال الماء باش غادي نخلط ديك العطريه وتذوب ليا مزيان. وغادي نشرمل بها الدجاج ديالي. كيف قلت لكم في الاول، بالنسبه للدجاج راه كيبقى على حساب الكميه اللي انت اللي بغيتي، ولا زدتي الدجاج بطبيعه الحال غادي تزيدي الكميه ديال العطريه. هاد الطاجين راه كيجي روعه. وبالنسبه الامهات اللي وليداتهم ما كياكلوش الخيزو، كوني اكيده غادي ياكلوا لك الجزر، لان الحلاوة ديال الجزر مع الحلاوة ديال الزبيب مع التنسيمة اللي غادي نزيدو فيه في الآخر، داكشي علاش كنقول لكم تابعوا الفيديو باش ما تنساو حتى شي مرحلة ويجيكم الطاجين عجيب. غادي من بعد غادي نشرمل ديك شوية الشرمولة اللي بقات ليا، غادي نخلط معاها البصيلة كيف كتشوفوا في الفيديو. غادي نشرمل مزيان ديك البصلة، وعاد غادي ناخد الطاجين ديالي ونحط فيه الدجاج ديالي ونحط فيه ديك البصيله، ونزيد هذيك الكميه ديال الزيت اللي بقات عندي، يعني ربع كاس تاني. يعني في المجموع غادي نستعمل تقريبا نص كاس ديال العنبه. انا الكاس اللي عندي هنا راه صغير كيعادل نصف كاس ديال العنبه. كيف كتشوفوا حطيت الدجاج، غادي نفرش ديك البصيله عليه من الفوق، ونزيد داك الزيت ما غندير لا ما لا حتى شي حاجة. غادي نديروه فوق البوطة ونخليه حتى يطلق الماء ديالو على عافية مهيلة، ومن بعد غادي نكملو المرحلة الثانية. وهذه هي المرحلة الأخيرة في الطاجين ديالنا. دونك خديت هادوك جوج حبات ديال الليمون وعصرتهم، غناخد فقط العصير ديالهم. الجزر اللي قردته مربعات صغيرة، والكمية اللي بقات لينا من الزبيب. هنا كيف كتشوفوا الطاجين ديالنا تقلى، يعني البصل والدجاج طلقوا داك المرق ديالهم، ما احتاجيت نزيد لا ماء لا حتى شي حاجة. وغادي نزيد من هنايا كمية ديال الجزر اللي عندي. نتوما كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تقطعوه مربعات ولا تقطعوه دوائر، كيبقى الاختيار لكم نتوما. انا فقط كنعطيكم الاساس، وانتم كيبقى لكم الابداع من عندكم. انا كنعطيكم الاساس ديال الطاجين. بالنسبه لي انايا كنفضل ندير الطاجين اللي خارج على المعتاد. هنا كيف كتشوف في الفيديو كنزيد الكميه ديال الزبيب اللي عندي، والطاجين ديالي غادي نرويه بهداك عصير الليمون، تقريبا كاس الا ربع ديال عصير الليمون. هذا هو سر التعليكه ديال هاد الطاجين، راه كيجي روعه روعه روعه. غادي نغطي عليه ونخليه حتى يتقلى ليا مزيان ويطيب ليا الجزر. شوفوا معايا المرق ديال هاد الطاجين كيفاش كيجي. راه ولادكم غيحماقوا على هاد الطاجين. ولو انهم ما كياكلوش الجزر، كوني اكيده اختي راه غادي ياكلوا لك هاد الطاجين بعينيهم مغمضين، لان النسمه ديال الزبيب مع خيزو مع الليمون مع راس الحانوت كتجي عجيبه، كتجي عجيبه. شوفوا الدجاج كيفاش كيجي طايب مزيان. انا بالنسبه ليا كنفضل دائما ندير الطاجين اللي خارج على المعتاد. تابعوا دائما القناة ديالي، أنا مازال عندي بزاف ديال أنواع الطاجين اللي خارجة على المعتاد. يعني كنقول خارجة على المعتاد، يعني خارجة على الطاجين ديال البطاطا القرعة هذه. كنتمنى الأكلة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم.
ما تنساوش الاشتراك والدعم ديالي بالإعجاب الفيديو، وما تنساوش ليا التعاليق ديالكم إلا جربتوا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.